مفيش راجل اتجوز البنت المناسبة ليه نهائيا، واللي يقولك غير كده قول له انت كذاب، وعلى ضمانتي انا يا عم صدقني. اهلا بيكم في حلقة جديدة من مشهورة تيوب، وتعالوا نشوف ايه هي الحكاية مع بعض. تلاقيك دلوقتي بتقول انه معنى كلامي اي حد يتجوز اي حد، ما هي بقت عادي خلاص بقى بزراميط يا ريس. بس انا مش قصدي كده خالص، ومش قصدي انك كل يوم الصبح بتاخد قرار ان شريك حياتك مناسب ليك وتقف قدام المراية انا بحب مراتي، انا النهارده مختار مراتي عشان اكمل معاها. لا، مش ده خالص اللي انا هقوله لك. يعني ده نوع من التلزيق بس هحكي عنه بعدين حاضر. لكن الفكرة انه انت بتدور على الشخص المناسب، او انت بتدوري على الشاب المناسب. عايز اقول لكم انه مستحيل يبقى موجود، مش عشان ما فيش انسان كامل، لا خالص، لان ببساطة عشان يكون في حد مناسب يبقى لازم يكون ثابت، يعني ما بيتغيرش. اغلب المتجوزين مشاكلهم ان بعد فترة كل حاجة اتغيرت، الزوج ما بقاش مناسب والزوجة ما بقتش مناسبة. وعلى فكرة ده اللي بيحصل. خدتها بقى عن حب، خدتها عن ارتباط صالونات، للأسف انه ده هيحصل. انا عايز اقول لك كمان حاجة، انه انت كولد ممكن مثلا تبقى شايفها في توقيت هي اجمل انسانة في الدنيا، يا لهوي مفيش اكتر حد مناسب غيرها، وبعد سنتين تلاتة من الجواز تلاقي نفسك ان انت ايه، يعني خلاص شايف واحدة تاني اتعرفت عليها في الشغل، حاسس ان هي اليق لك من اللي عندك في البيت، او تبدأ تحس ان هي لا، هي ما كانش افضل اختيار وانا لبست فيه ولازم اعدي حياتي. وانت نفس الكلام، اللي هو انا كنت شايفاك من بره اكتر بني ادم، اكتر مخلوق في الدنيا مناسب، لما عاشرتك ده كانت غلطة عمري ان انا اتجوزتك، يا ريتني ما كنت قلت للاسف ده اللي بيحصل. وللاسف انه اللي من بره بقى واللي لسه متجوز تيجي تقول له الكلمتين دول يقول لك لا 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 لا، ده مش هيحصل معايا. لا لا صدقني هيحصل معاك، خد مني انا بقى، هو مش هيحصل معاك غير ده. انت مش قاعد تقول لي لا لا مش هيحصل معاك. طيب انا ليه بقول لك كده؟ انا مش معقم من الجواز ولا حاجه يا عم، استنى بس قبل ما تقفل. اسمعني، فكره الشخص المناسب دي فكره بلح. اشتري مني انا اقول لك على مبدأ مختلف شويه اسمه المرونه. مثلا انا اسلوب حياتي اجتماعي مفيش فيه اي حدود، طول الوقت الناس بتتصل بيا او بروح مع اصحابي او حد يجيلي او ببقى في مكان مع الناس، المهم ان انا طول الوقت في اجتماعيات. قابليتي ان انا اتغير او اغير اسلوب حياتي ده علشان بقى في شريك في حياتي ومش هيبقى مرتاح في الوضع ده، وقابلية الشريك انه ممكن يستحمل شوية ويجي على نفسه قدام ان انا مش قادر اغير اسلوب حياتي بالكامل، هي دي المرونة. ادالك في مثال تاني، انت مثلا ما عندكش اخوات بنات ومتربي على انه التقاليد مثلا الصعيدي شويه، اللبس اللي هو الحشمه ليه معايير عندك ومعايير صارمه جدا وكلام زي كده، واعجبت ببنت والبنت دي نقدر يعني نقول ان هي مودرن شويه، او مش يعني نقدر نقول تقاليدها مفتوحه عنك شويه، قدرتها هي انها تستقبل اسلوب حياتك، وقدرتك ان انت تستوعب الحاجات اللي هي مش قادرة تغيرها، ده اسمه المرونة. ده اسمه ان احنا قادرين نتكيف ونولف على بعض. من الاخر، هل الشريك ده عنده استعداد انه يتنازل حتة وانا استحمل حتة، ولا الموضوع بالنسبة له لا صرف انا كده مش هتغير؟ لو مفيش مرونة الجوازة باظت. طيب عايز اقول نقطة تاني، المرونة انا ممكن اكون مرن مع شخص وشخص تاني لا. المرونة مش كلمة عامة، انا ممكن ان انا اخلي افكاري ودنيتي معاك انت ما فيهاش مرونة نهائي، وممكن مع حد تاني يبقى فيها نسبة اكبر شوية، وهكذا. فما ينفعش اقول انه الشخص مناسب عشان مرن مع كل الناس، ده كلام بلح. تمام، فاللي هو يعني لو حابين تلزقوا كلمة مناسب برضو في موضوع المرونة، فأنا عايز أقولك إن ده بلح. أنت كده بتجيب البلح اللي إحنا لسه بنتكلم عنه من شوية، عايز تحطه في قفة تاني، مش أكتر من كده. المرونة لازم تختبر. طيب هل المرونة ممكن تخلي الشخص مناسب؟ الإجابة لا. أمال أنا قاعد برغي في إيه؟ جبت لك صداع أنا عارف. استنى بس، أنا فاهمك بالراحة اصبر عليا. المرونة مش بتخلينا مناسبين، لكن بتخلينا نتطبع على بعض، فبتخلي الاتنين حياتهم واحدة. أقدر أقول لك
إنها بتربطهم، بتخليهم جسمين موجودين في نفس المكان، كل جسم منهم بيعمل حاجة مختلفة، بس الروح ما بتهداش غير وهم مع بعض وبيعملوا اللي بيعملوه. يعني مثلا عشان أوضح لك بس الجملة الأخيرة دي، واحدة بتصحى متعودة إنها تعمل لجوزها شاي، بعديها يقعدوا هو يشرب الشاي وهي تقعد تفتح السندوتشات وتحشي السندوتشات للعيال لحد ما يجوا ميعاد النزول. مشهد بسيط يومي ظريف خفيف زي الفل. بس عايز اقول لك انها لو بطلت تعمل له الشاي وهو مثلا صحي وعمله لنفسه، احس ان في حاجه ناقصه في يوم. ده ممكن ما يقدرش يشرب الشاي اللي هو متعود عليه يوميا، يحس ان في حاجه غلط. هتقولي ما هو نفس الشاي، هقول لك لا، الموضوع مش في الشاي، الموضوع ان هو اتولف على ان هي اللي تعمل له الشاي. طيب لو هي صحيت في يوم حست نفسها ان هي مش عايزه تعمل، هتحس ان في حاجه ناقصه، هتحس انه يومها مش تمام، هتفضل طول الوقت مركزه ان هي ما عملتش شاي النهارده لجوزها. السؤال الاهم دلوقتي هو ايه علاقه اللي انا بقوله ده بالمرونه؟ انت بتقول ان هم بيتعودوا على عادات معينه، فده ايه علاقته بالمرونه؟ بص يا سيدي، هو الموضوع ببساطه ان هي قبل ما تتجوز ما كانتش متعوده ان هي تصحى من النوم تعمل اي حاجه لاي حد لمده مثلا ساعتين 3. ده العادي بتاعنا، اللي هو سيبوني افوق وبعد كده بكلموني. لكن لما هي اتجوزت لقت ان هو عنده عاده ان هو يشرب شاي، فبقت هي مضطرة إنها تغيّر سلوكها شوية، أو تغيّر العادة اللي هي عندها، إنها تقعد كام ساعة ما حدش يكلمها، وإنها أول ما تصحى تعمل وتتعود إنها تعمل له شاي. طبعًا هي مش من أول مرّة ابتدت تضبط الموضوع ده، هو اتحمّل شوية، هي اتحمّلت شوية. هنا مش قصدي إن يعني في نقطة، عشان أنا عارف إن اللي بيسمعني ممكن ياخدها عليّا ويقول لي أنت دلوقتي بتقول إن هي المفروض اللي هي تتعوّد على طباع الراجل. لأ، المثل ده جِه كده، بس على فكرة أنا مش قصدي يعني في المُجمل إن الست هي اللي تتعوّد والراجل ما يتعوّدش، لأ، الاتنين لازم يتعوّدوا على طباع بعض. طيب لمّا بنتعوّد على طباع بعض، بتبدأ المرونة مع التعوّد ده يخلقوا الأُلفة، يخلّوا الواحد مش قادر يقبل الحاجة البسيطة أو الشيء اليومي اللي كان بيحصل إلا في وجود شريكه. هنا بقى العلاقة بقت كلبوش، هنا ما بقاش في إمكانية أساسًا إن هم يتخلّوا عن بعض، خلاص انتهت بقى، إحنا مش اتربطنا، إحنا اتكلبشنا، خلاص قصة وانتهت. طيب هل في ناس ما عندهاش مرونة ومناسبين؟ طبعًا، طبعًا ممكن شخص يكون أسلوبه وِحِش، عايز يجبر التاني مش عن طريق الحُب أو عن طريق إنه أنت بتعمل ده عشان تبقى جزء من يومي، لكن عن طريق اللي هو أنت بتعمل ده لإنّك مُجبر تعمل ده. فهنا الإجبار بيولِّد كُره، هنا مش مرونة. المرونة ما تتبنيش على ضعف، المرونة تتبني عن اختيار، واختيار فيه قابلية لإمكانية الفشل. يعني أنا هاحاول أغيّر عاداتي، لكن لو ما قدرتش فأنا مش هاتعرّض لشيء مثلًا زي إن أنت هتسيبني. إحنا بنحاول نتطبّع، فأنا هاحاول، فأنت هتحاول، لحد أمّا إحنا نوصل لنقطة في النُص نقدر إحنا الاتنين نبقى بنتقابل عندها. لكن لو ما فيش المرونة دي، النتيجة إن الاتنين هينفصلوا، حتى ولو كانوا من النوع اللي بيسميهم المجتمع مناسبين. هاعيد النقطة دي تاني لأنها مهمة جدًا. في فرق ما بين المرونة وما بين الخضوع أو الإخضاع. المرونة حاجة، والتسلط والإخضاع والأنواع دي من السيطرة حاجة تانية خالص. المرونة بتخلي العلاقة معشقة في بعض، أما بالنسبة للسيطرة أو للإخضاع أو الخضوع بتفسخ الجزء اللي رابطنا ببعض. الفرق كبير جدا. ولازم أقول حاجة مهمة، المرونة بيمارسوها الطرفين، ما ينفعش يبقى طرف مرن وطرف لا. انا شفت كتير جدا ناس تكون الزوجة مرنة اما الزوج لا، هو عايز الزوجة هي اللي تطبع على طباعه، لكن هو مش عايز يغير اي حاجة في حياته عشانها. والنتيجة دايما بتبقى للأسف ان الاتنين بيكرهوا بعض. لازم يكون المرونة من الطرفين مش من طرف واحد. كلمة مناسب هي كلمة ممكن تنطبق على الشخص في حالة معينة في زمن معين، لكن ما ينفعش تنطبق عليه طول حياته. يعني ما فيش بني آدم مناسب طول الحياة، لكن في بني آدم عن طريق المرونة بقى متعشق في البني آدم التاني، فبقوا هيفضلوا مع بعض
طول الحياة. وبيقول جون جوتمان الأزواج الناجحين مش الأقل خلافا لكن الأكثر قدرة على الإصلاح بعد الخلاف. يعني النجاح مش إنهم شبه بعض، النجاح إنهم بيعرفوا يتحركوا ناحية بعض بعد ما يختلفوا. وعشان أختصر لك الفيديو الطويل ده كله هقول لك 3 نقط من الآخر هم الخلاصة. المرونة معناها 3 حاجات: قابلية تعديل العادات، مش تغيير الشخصية لكن تعديل الإيقاع. زي مثلا لو حياتك اجتماعية زي ما قلنا بلا حدود، مش هتبطل الاجتماعية لكن هنحط لها شوية حدود. يعني هنعمل رتوش بسيطة بحيث انه نقدر ندي مساحة لشريك الحياة كمان ان هو يستمتع معانا. طيب تاني نقطة، احتمال ضغط مؤقت. يعني بمعنى أصح كده، الحياة يوم جاي عليا ويوم جاي عليك. لو يومين جت عليا وجت عليك انت يوم واحد، ما تجيش تقعد لي بالدفتر يا عم الحاج وتقول لي انت ليك، بص انت الاسبوع ده انا احتملتك وانت اتعصبت عليا 3 مرات، ماشي، وانا اتعصبت عليك مره واحده، يبقى انا ليه عندك 2. احنا مش في ماتش ولازم الدنيا تمشي 1-1. مش كل المواقف هتبقى 1-1. في مواقف ممكن يبقى في شخص بيحتمل اكتر من التاني، ممكن نلاقي موقفين 3، بس في الاجمالي الصورة الكاملة لازم يكونوا الاتنين متساويين. عشان اوضح لك الجملة دي هقول لك يا سيدي، مثلا الشوط الاول 3-1 ليك، لعبته شوط تاني كان 5-1 ليك، لعبته شوط تالت جاب هو 6 جوان 0. اجمالي عدد الاجوان في ال3 اشواط هتلاقيه متساوي في الاتنين. طبعا انت هتسيب الفيديو كله وهتسيب الدنيا اللي انا بحكي فيها وتقول لي ماتش ايه ب3 اشواط، صح؟ معلش هو المثال جه كده معايا. على فكرة لو انت ركزت مع ماتش ايه اللي هو ب3 اشواط، فانت محتاج بجد تبقى مرن وانت بتسمع فيديوهاتي عشان نقدر نكمل مع بعض، فاهمني؟ لانه لو انت هتقف لي على الواحدة الموضوع كده مش، احنا كده ده اخر فيديو بيني وبينك، ماشي؟ انا قلت لك وخلاص. طيب نيجي لتالت نقطة، وهي انه المرونة لازم بتخلق طقس مشترك. زي القصة بتاعت الشاي دي، الشاي ده نعتبره طقس يومي مشترك ما بين الاتنين. المرونة بتخلق طقس. المرونة لما تتقابل عادة مع شخص ويكون مرن في التعامل معاها، بيتخلق زي ما بقولك كده طقس وعادة مشتركة ما بين الاتنين. واختم لك بقى بان انا هقول لك ان مش لازم نكون مناسبين عشان نرتبط. ده مش كلامي، انت عارف انه في حاجة في علم النفس اسمها النمو المشترك. يعني ايه؟ العلاقة مش تجميع شخصين جاهزين، العلاقة بتخلق النسخة الجديدة من الاتنين. ولازم تبقى عارف ان الجواز مش قرار لكن عملية للتشكيل المستمر. اللي يقولك انه كل يوم الصبح بيختار يقرر انه يشوف مراته هي الانسب ليه، قوله انت محتاج بس انك كل يوم الصبح تبقى مرن مع مراتك، مش اكتر من كده.